اهلا بيكم حلقه رمضانيه جديده من محضر المفتش. طب يا كباتن، دلوقتي احنا نمنا امبارح ان الاهلي تمام خلال شهر رمضان عنده في الاجنده بتاعته ماتشين، ماتش انبي يوم 18 وماتش الجيش تاني يوم 22 في كاس الرابطه. ده اللي جه للمدرب كولر، ده اللي جه للعيبه، ده اللي جه لكل الجهاز الفني للاهلي. حصل صحينا النهارده هنا ايه فجاه كده ماتش القمه اهلي وزمالك التلات الجاي. اللي هو ازاي؟ طيب اللي هو ازاي؟ مفيش كده في الدنيا، مفيش كده في الدنيا خالص. فوق عندك جدول تمشي بيه، عندك استشفاء بتعمله، عندك مدربين لازم ياخدوا راحتهم، ياخدوا وقتهم مع اللعيبه نفسها لازم تعمل ريكفري. خلاص بقى عندك وقت، خلاص انك طول الشهر هتعمل بقى ايه خطط بديله تشتغل. خلاص انت واخد الجدول، خلاص هتشتغل على كده. لكن فجاه تصحى كده تلاقي خلاص اهلي وزمالك قمه الاسبوع الجاي. طب يا كابتن بسرعه كده تحيينا النهارده على الماتش ده، وقول في اخر الحلقه مين مستفاد الاهلي ولا الزمالك. بسرعه كده يا جماعه، الماتش ده ماتش نوك اوت. طب حد يقول لي نوك اوت ازاي؟ ده ماتش دوري 3 نقط عادي. لا، الماتش ده من الاخر وش كده تكسير عظام، تكسير عظام يا بنت. عارفين اللي هيخلص على التاني يا كولر يمشي من الاخر بقى، يا بيسيرو يمشي. الماتش ده نوك اوت، اللي هيخلص على التاني، والتعادل هيخلي الدنيا بايخه ودمها تقيل. فدلوقتي نخش الكولر. كولر عنده فريق جاهز، سكواد عالمي، اداره مستقره، عنده كل مقومات النجاح. حلو كده، كل مقومات النجاح. بس دلوقتي كولر قادر نكسب الزمالك. كولر بقى عنده بعبع من الطقم الاسود بتاع الزمالك. نيجي الناحيه الثانيه لبيسيرو. بيسيرو لسه دلوقتي مش عارف اسماء اللعيبه كويس، لسه ما عندوش هويه للعيبه كويس، لسه ما عندوش خطه يلعب بيها كويس في الزمالك، لسه بيجرب خطط. ده لسه كان بيجرب بيخلي بنتايج يلعب هاف ليفت وفتوح باك ليفت، ويخلي شلبي بره. فالجماعه المعطيات دي قلبت فكر المدربين. وبيسيرو لعب اربع ماتشات مع الزمالك، كسب واحده وتعادل ثلاثه بنفس النتيجه 1-1 منهم ماتش الاهلي اللي فات. فدلوقتي الرهان دلوقتي مين هيخلص على مين؟ جوزيه بيسيرو هيخلص على كولر ولا كولر هيخلص على بيسيرو؟ نيجي للجماهير، جماهير الزمالك. جماهير الزمالك شايفه ان ممكن الدوري يكون راح منها، فالخوف كل الخوف ان جماهير الزمالك تشجع الزمالك عشان خاطر بيراميدز، مش خاطر الزمالك. وده يا جماعه انا مش عايز كده. الزمالك فرقه محترمه وجماهيرهم محترمين جدا، فشجع فريقك لفريقك، ما تشجعوش وما ترميش الفوطه. لسه الزمالك عنده امل انه ياخد دوري، فما تشجعش فريقك عشان خاطر يتوقع الاهلي لصالح بيراميدز. لا، بيراميدز خد مكانك الفتره الاخيره، انت تحاول ترجع نفسك بنفسك. نيجي الناحيه الثانيه، جماهير الاهلي. جماهير الاهلي عارفه ان عندها لعيبه كويسه، عارفه عندها سكواد كويس، عارفه عندها اداره كويسه، بس خايفه كل الخوف من كولر نفسه. الناس بقت خلاص يجي ماتش اهلي وزمالك بقت خلاص تحط ايدها على قلبها دلوقتي، مع ان الاهلي اقوى بكتير جدا من الزمالك وسكواده اعلى بكتير، لا تخفى على احد دي. بس المشكله دلوقتي ان الجماهير ما بقاش عندها ثقه في كولر. كولر دلوقتي اي حد في الثلاجه هتلاقيه طلع عادي جدا اساسي في ماتش اهلي وزمالك. فجماعه المعطيات دي كلها تقول في لخبطه وعشوائيه من اتحاد الكوره، من الرابطه. كولر هيخلص على بيسيرو ولا بيسيرو هيخلص على كولر؟ وجماهير الاهلي زي ما قلت لكم وجماهير الزمالك، ده كله في الاخر هيصب في مصلحه مين؟ عايز اعرف يا جماعه في نهايه محضرنا النهارده، عايز اعرف الماتش ده جه مصلحه مين؟ الاهلي ولا الزمالك؟ مع العلم ان الزمالك عنده ماتش بكره في كاس مصر مع مودرن سبورت، فالاهلي عنده راحه اسبوع والزمالك عنده راحه 3 ايام ويلعب الرابع. قول رايك في الكومنتات ومستنيك يا مفتش. سلام.